السلام عليكم. انا واحد السيده مزوجه من واحد السيد وفي الاخير نصب عليا. كان في الاول تعرفت عليه عند واحد السيده صاحبتي، كنت مشيت عندها، جيت من الخدمه وانا نمشي عندها، لقيتو تما كيصيب ليها واحد الكوزينه، حيت هو اصلا كيصيب الكوزينات، يعني كوزينات عصريه. صافي سولها، قال هاد السيده واش مجوجه؟ قالت لي لا ما مجوجاش، صاحبتي وخدامه. صافي من بعد السيده من بعد يومين قالت لي راه داك السيد اللي كيصيب لي الكوزينه راه عجبتي وقال لك بغيت نتزوج بك. قلت لها ماشي مشكل. قالت لي واش ممكن نعطيه نمرتك؟ قلت لها ماشي مشكل، عطيها النمره ديالي. ملي عطاتو النمره عيط لي السلام شكون معايا؟ قال لي انا فلان، شفتك عند ديك السيده اللي كنخدم ليها في الكوزينه. قلت لي هي. قال لي ممكن تعرف عليك؟ قلت لي ماشي مشكل. المهم تلاقينا تعرفنا، هضر معايا، قال لي واش مجوجه؟ قلت لي لا. قال لي كنقلب على شي بنت الناس. قلت لي ماشي مشكل، ثاني لقيته ولد الناس ما عندي مشكل. المهم تعرفنا مده شهرين هكاك ولا 3 شهور، جا لدارنا خطبني عند المالين الدار. المهم تزوجنا عادي، عايشين بحال اي مرا وراجلها. من بعد السيد كنكتشف منه كذوب شويه بشويه، ولكن كنتجنب، تنقول راجلي ما يمكنش نظلمو هكايا. صافي واحد النهار ما وقع شي مشاكل عادي بسيطه، مشاكل ما بين الرجل والمراه عادي بساط. قال لي غادي نمشي عندي واحد الخدمه في العيون. قلت لي هي ماشي مشكل، الله يسخر لي. قال لي كاين واحد الشركه تما في هادشي ديال PVC غنمشي نخدم تما. قلت لي سير الله يسهل عليك. المهم مشى السيد قال لي باساس انه هو غادي للعيون. مشى السيد للعيون وبقينا على الاتصال، سلام. كل مره تنقول له صيفط لي، قال لي راه غنجيو نسكنوا في العيون، حيت انا اصلا كنت خدامه وخرجني هو من الخدمه. قال لي غنجيو نسكنوا في العيون. قلت له انا ما عمرني مشيت للعيون، صيفط لي التصاور ديال العيون نشوفهم كي دايرين، نشوف ديك المدينه واش زوينه. المهم كيتجنب ما عمرو صافط لها شي تصويره، تما تاكدت بان السيد ما كاينش في العيون. صافي قلت ليه راه جاتني الورقه ديال الماء وصيفط لي الفلوس. قال لي واخا غنصيفط لك الفلوس. المهم ديما واخا ما صيفط والو. واحد النهار صيفط لي 500 درهم وعندي مازال ديك البيرو فكاش كلهم عندي. صيفط لي 500 درهم. ملي شفت منين جاوني هاد الفلوس لقيتهم جاوني من جديده. عيطت لي قلت لي الفلوس راه جاوني من جديده ماشي من العيون. قال لي لا، راح ديك الشركه عندها الفرع في جديده وعندها فرع في اسفي، وهنا الفرع ديالها في العيون، دابا راه حولونا للجديده. صافي ماشي مشكل، تيقتو. واحد النهار مشيت كنخمل هكا الدار عادي، داري كنخملها، عنده شي ورق تما وشي ملفات داكشي ديال الناس بديت تنقلب، لقيت واحد فوتوكوبي ديال اللاكت قديم ديالو، يعني في داك اللاكت مدير في 2014 فيه التاريخ. عيطت ليه قلت ليه لقيت هنا واحد اللاكت، واش ديجا كنتي مجوج؟ قال لي لا ما كنتش مجوج. قلت له ولينا هذا شنو هو؟ المهم بقى يختار عليه شحال من كذبه وكذبه، يعني هو غتيقوا باي طريقه، الرجال كيتيقوه، يعني تشوف راجل انت تحشم منه كينصب عليه ويتيقوا باي طريقه. صافي قلت ليه لا هذا اللاكت كاين. مشيت سولت بان واش كاين هذا اللاكت ولا ما كاينش. مشيت عند قاضي الاسره قال لي كاين، هذا مسجل. والمشكل ديالي انا بان اللاكت عندي هو دار فيه اعزاب، يعني عمره ما تزوج، اول مره يتزوج. يعني هادشي وقع في 2017 وفي اخر 2017 صافي وقعوا مشاكل، مشاو وخلاني يعني دفعت النفقه ديالي المحكمه، ما كاين والو، دفعت الطلاق ديالي، ما كيتبلغش، ما عندي فين نبلغ هذا السيد. يعني واخر مكالمه كانت بيني وبينه، عيطت ليه قال لي شكون معايا؟ قلت له ويلي علاش شكون معاك؟ مرتك. واحد شويه حيدات لي واحد السيده التليفون، هضرت معايا، قالت لي شكون معايا اختي؟ قلت لها انا مرتو. قالت لي كيفاش انت مرتو وانا مرتو؟ قلت لها انا ما فهمتش. قلت لها راه انا مرتو. قالت لي انا اللي مرتو وعندي معاه بنيه. قلت لها اختي انا ما عرفتش، انا هو اللاكت عندي. قالت لي لا عندك شي دليل جيبيه لي. قلت لها قولي لي انت في كاينه وانا نجي. هو ملي سمع قولي لي انت في كاينه وانا نجي حيد لي هاد التليفون وعاود هضر معايا. قال لي شوفي اختي راه ما كنعرفكش، سير قلبي على ما تنصبي، اما انا ما كنعرفكش، راني جالس حدا مرتي وبنتي، انا ما عمرني عرفت شي وحده من غير مرتي وما عمرني تزوجت. قلت لي ما عمرك تزوجتي؟ قال لي ما عمرني تزوجت. يعني من الشك اللي يعني فيه الشك كيفاش هذا قال هذه الهضره، يعني ملي زور ديك ديال العزوبه يعني قدرت هاد اللاكت عندي مزور.
مشيت عاوتاني عند القاضي الاسره سولت بان واش هاد اللاكت مزور ولا صحيح. قالوا لي لا هاد اللاكت كاين ما مزورش. صافي مشيت كنجري دفعت الطلاق ديالي ما خليت فين مشيت كنقلب عليه. يعني الطلاق كنمشي انا وهو ما كيتبلغش. تيقولوا لي هاد كنمشي عند القاضي في المحكمه. يعني كتكون عندي جلسه كنوقف كيعيطوا لي ويعيطوا لي هو ما تبلغش. تيقول لي هاد السيد ما تبلغش. يعني 5 الجلسات وانا كنمشي وكنجي هاد السيد ما مبلغش. قال لي شوفي اخر جلسه كنت فيها قال لي سيري بدلي العنوان ديال هاد السيد لان هاد العنوان ما كاينش فيه. قلت لي انا هاد السيد ما عرفتوش فيه كاين. قلبت عليه ما لقيتوش ما عرفتوش فيه كاين. وهاد السيد هو عنده 4 ديال الرشيرشيات ورشيرشي عند البوليس. يعني البوليس ما لقاوهش وما داروش خدمتهم باش يلقاو هاد السيد. نصب على شحال من واحد وعلى شحال من وحده. يعني شوف انا كيف دار معايا دابا عام الله ديجا دابا عاوتاني مجوج بشي وحده وكيضحك عليها. انا في الاول هو كان تزوج بيا شافني خدامه بطوموبيلتي وبكلشي قال هاد السيده يعني جابها لي الله همزه جابها لي الله ندير ليها رزقها. والحمد لله ما لقى عندي والو حيت انا كنت خدامه وخدامه على موينتي وعلى راسي وانا كنت سالو فلوس. انا اكثريه ديال الكرا انا اللي كنت كنخلصو. داو لي المكانه ديال الماء 1000 درهم انا اللي جبتها ما جابهاش هو. وملي ورطني عاوتاني في المشكل مع اتصالات دخلنا الويفي قال لي نديرو على سميتك. ماشي مشكل هذا راجلي عادي ما كل شيء عادي بينه وبينه يعني بحالي بحاله. مشينا درنا الويفي دخلته بسميتي. كل شرط نقول له خلصتي الويفي تيقول لي خلصته. يعني هو تيقول بان خلص. نهار جاتني السيده تقطع لي الويفي جاتني فيه 50,000 ريال وما عندي باش نخلصها. ودابا حاليا اتصالات كيتسالوني 50,000 ريال في الويفي. يعني انا اي حاجه نبغي نجيبها من اتصالات ما يعطوهاش لي. ديما كيجبدوا لي الموضوع ديال الويفي. يعني هاد السيد نصب عليا ودى لي رزقي ودى لي كامل داكشي اللي عندي. وكانوا الفلوس كيخصوني كنمشي عند الوالده ديالي وكنجيبهم. هو تيقول لي جيبيهم انا غنردهم ليها. وكل مره تيقول لي اليوم غدا. والو هاد السيد حتى النهار مشى وضحك عليا ونصب عليا. ودابا يقدر كاينيت مع شي وحده عاوتاني كيضحك عليها. وهذا نداء انا كنقول لاي وحده عرفت هاد السيد خدام في BBC كيدير الكوزينه تاع سريه راه كيضحك على العيالات وكيدي لهم رزقهم. كيضحك على الرجال وما يضحكش على العيالات. المشكل ديالي هاد السيد كيهددني شحال من مره كيهددني. ملي مشى خرج من الدار دوك الاواخر ملي كان كيهضر معايا قبل ما يبدل نمره التليفون ديالو حيت انا ما عندي لا تليفون ديالو لا والو. كيهددني قال لي ابسط حاجه ولو نتلاقى معك قال لي هي في الزنقه واقفه هي عند مول الحانوت غندير لك الخيانه الزوجيه وغندير لك تهمه الفساد. يعني انا حتى ما كنقدرش نخرج وما تنقدرش نمشي لحتى شي اي بلاصه نخرج ولا شي حاجه كنخاف. يعني اي واحد يسلم عليا ولا شي حاجه كنخاف. يعني كنتوقع منه اي حاجه. ملي ولا كيهددني وقال لي غنصيفط لك شي حد قال لي نصيفط لك رجال قال لي وديك الساعه غتعرفيني على حقيقتي شكون انا واش كنسوى. قال لي الا بغيتي هالمشاكل حيت انا علاش هذا الشيء كامل قال لي هذا التهديد ملي حصلت عنده هاي عقد الزواج ديال المره ديالو الاولى فاش قلتها لي قلت لي غنمشي غندعيك عند الشرطه. قال لي سيري دعيني. قال لي لا دعيتيني على التزوير انا غنقول لهم انت اللي ساعدتيني في التزوير. قلت له انا باش ساعدتك في التزوير. قلت له انا ما مقدم ماشي ما عنديش الكاشي ديال البلديه. قلت له باش انا نمشي نعاونك في التزوير شوف شكون اللي زور لك الوراق شكون اللي صيب لك وراقك. قلت له انا حتى من الوراق ديالي ما كنتيش كتخليني نصيبهم حتى من شهادات الخطوبه ما خلانيش نصيبها. قال لي انا اللي غنصيبها اللي كيتهني بلا ما دير بتماره انا اللي غنصيب لك الوراق وغنصيب لك كل شيء. هذا الشيء كامل ديال الخطوبه وهذا الشيء ديال العقود وهذا الشيء كامل هو اللي كيصيبه. الحاجه الوحيده اللي مشيت صيبتها معاه مشيت لمكان الازدياد فين زدت انايا جبت النسخه الكامله ديال الحاله المدنيه ديالي حيت ما بغاوش يعطوها ليه. تما مشيت جبتها اما شهاده الخطوبه وجميع الاوراق وداك هو اللي صيبهم هو اللي مكلف بداك الشيء. تيقول لي انت لا بلا ما تصدعي راسك. يعني هو ملي كان تيقول لي هذا الشيء هو كان عارف اش كيدير. هو كان عارف اش كيدير بان هو مزوج وبغى يزور ديك شهاده الخطوبه وانا ما نشوفوش. وانا عادي ملي جاب لي السيد الوراق عادي. يعني السيد قال لي ما مجوجش ما والو عادي غدا معاه بنيتي ولاني غدا معاه بنيتي والله راه بينوا لي على حقيقته. والمشكل ديال هو التهديد. يعني انا كنخاف فيما مشيت كنخاف ما بقيت كنخرج ما بقيت كندور ما بقيت كنمشي لاي بلاصه. يعني حتى نمشي غير للحانوت وليت كنخاف كنشوف لا يجي لي شي واحد لا يهضر معايا شي واحد هو قالها لي قال لي ولو تكوني عند مول الحانوت قال لي غندير لك الخيانه
الزوجيه. اي واحد نشوفك ولو يكون ولد خالتك في الزنقه ولد عمك في الزنقه سلمتي معاه غنحصلك غندير لك الخيانه الزوجيه. قال لي باش نصيفطك فين تربي. لاش يصيفطني فين نتربى؟ مالي انا اش درت ليه؟ راه هو اللي نصب عليه وضحك عليا وعلم الله على شحال من واحد. انا نهار خرج من الدار راه اكثر من 7 الناس جاو كيدقوا عليا الباب. شكون سيدي؟ كاين فلان. لا سيدي ما كاينش. شنو كاين؟ كنتسالوا الفلوس. ها اللي خدا عنده افونس، ها اللي بدا ليه الخدمه ما كملهاش ليه، ها اللي خدا عنده كريدي ما رجعش ليه فلوسه. يعني اكثر من 7 الناس كيجيو عندي. انا كيجيو عندي الناس رجال كنتصدم. وهاد السيد هكا بهاد الشخصيه نصب عليه هذا. يعني هو اكبر نصاب اكبر نصاب. يعني الناس يديروا منه البال. وانا هاد السيد بيت لي مخزن يجيبوا ليا، بيت لي مخزن يلقاه يعطيني انا حقي ويعطي لي براتي. دابا انا كنطالب من المسؤولين ومن رجال الشرطه يشدوا هاد السيد قبل ما يوليو ضحايا اخرين. كما انا ضحيه ديال هاد السيد يقدر يجيو ضحايا اخرين ما عارفينش. عيالات بحالي يبقاو يمشيو ضحيه. حنا كاع ما نقولوا رجال، ولكن العيالات يبقى ينصب عليهم ويضحك عليهم ويضحك في شرفهم. هذا راه عيب. انا 5 الجلسات وما طلقتش. يعني انا هاد السيد من غادي نجيبوا ليهم؟ هما ما لقاوهش. كيفاش نلقاه هنايا؟ انا ما خليت الصحراء، ما خليت فين مشيت. كنمشي كنقلب وكنبحث وكنوري تصوروا في البراجات البوليس الجندارم والو تيقولوا لي هاد السيد ما كنعرفوهش، هاد السيد ما كيبانش لينا، وهاد السيد ما كيدوزش في الطريق، هاد السيد كيتمشى تحت الارض. ما يمكنش. ودابا كنطالب من المسؤولين يشدوا لي هاد السيد يعطي لي براتي والواجبات ديالي. انا ما غاديش نسمح ليه. من نهار خرج من الدار وضحك عليا ما غاديش نسمح ليه ولو في فلس واحد. ما غاديش نسمح ليه فيه وقدام القانون. ما غاديش نسمح ليه. نهار يتشد داك الشيء باش حكم عليه القانون انا مع القانون. انا هاد السيد حتى من العائله ديالو ما عرفنيش عليها. في الاول قال لي الاب ديالي والام ديالي ماتوا. وقلت ليه ما عندك لا خوتك لا والو لا خواتاتك؟ قال لي عندي واحد اختي في كازا مجوجه ما كنهضرش معها، بيني وبينها مشاكل، ما كنمشيش معها، ما كنهضرش مع راجلها. قلت له ولكن اختك هذيك ضروري تسول فيها. قال لي لا انا ما كنهضرش معاهم صافي مابقيتش جبدي لي داك الموضوع. قال لي وخويا واحد في اسبانيا. قلت له ماشي مشكل. وهاد خوك قلت ليه ما كيجيش عندك ما والو؟ لا قال لي عنده مشكل مع مرته تما شحال هادي من عام ما شفتوش، ملي مات الوالد ما شفتوش. قلت له ماشي مشكل. هو قال لي انا اصلا ولد سطات. وبالفعل حنا ملي كنا غنتزوجوا هو ملي كنا غنجيبوا العقد ديال نص عقد الازدياد ديالو جبناه من سطات، من بلديه سطات. منين جبناه تما تاكدت بان السيد يعني ولد سطات. هو في الاول كان تيقول لي انا ولد كازا، انا ولد درب السلطان في كازا. ولكن ملي تزوجنا قلت لي وكيفاش انت ولد كازا وجبنا؟ قال لي انا حيت تولدت هنايا في سطات ولكن كبرت في كازا ودارنا في كازا وعندنا دار في كازا. هو راه ما عندهم لا دار في كازا ما عندهم والو. هو هي كيدير هكا كيبقى ينصب على العيالات. والديه زعما ما عندوش والديه؟ ما عنده. هو ما عنده لا والديه ما عنده والو. حيت علاش في الاواخر هزيت الحاله المدنيه لقيت بان باه متوفي وامه حتى هي ماتت. يعني قال لي ما عندي لا با لا امي. يعني انا ملي قال لي ما عندي لا با لا امي ماشي مشكل عادي. قلت ليه انا بالعكس انا كيبقى فيا الانسان اليتيم ما عنده لا الاب لا الام ماشي مشكل. انا غنضحي معاك ماشي مشكل. امك هي امي ما عندناش حنا مشكل. ولكن في الاخير ما طلعش ولد الناس، طلع كذاب ونصاب. وفي الاخر قال لك انا ساكن في سطات. وفين في سطات الله اعلم. في سطات حيت ما اعلم اظن مرته وقيله ولا شنو بنت سطات ولا بنت جديده ولا فين بحال هكا. يقدر جديده هي في كاينه حيت انا اللاكت ديالها لقيت فيه جديده بنت جديده هي من بن حمد ولا ولد حمد ما عرفتش داكشي اللي عندها في اللاكت. ولقيت فوتوكوبي لاكارت ديالها هي بنت جديده. وهو قال لك انا ولد سطات، مره يقول انا ولد سطات، مره يقول انا ولد كازا. والله اعلم. هذا السيد مولف كيدير هكا للناس وقيله، ومولف كيضحك على العيالات بحال هكايا. يعني كيما ضحك عليا ضحك على وحدين قبل مني انايا.